الناس اللي قبضت. ايوه، ولعانه ولعانه. حصل. شركتي بتحبني وانت لا. انا اي. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وكل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب. النهارده طبعا تصريحات زيزو باشا اللي اتكلم، واخبار في الاهلي واخبار في الزمالك. بس هنبدا بتصريحات زيزو عشان هي اللي واخده الجو كله وكله بيتكلم عليها. فزيزو طلع امبارح مع سيف زاهر، اتكلم في حاجات. انا اصلا يعني وهو قاعد كده انا حاسس ان هو متوتر يعني لما كان في الزمالك كان قاعد كده مع في برنامج صاحبة السعادة. كان قاعد بيتكلم من قلبه. فاهمين؟ بيتكلم من قلبه. يعني بيتكلم كده محدش واقف وراه. تحس بقى وهو قاعد امبارح ده كأن حد واقف له بعصاية وراه يقول ايه وما يقولش ايه. ايه يا زيزو؟ انت كلامك كله كان متناقض. معلش يعني انا اول حاجة عايز اعلق عليها، انت بتقول ان انت لغايه قبل ما تمضي للاهلي ما تعرفش انت رايح فين. يعني انا فاهم ازاي وانت اصلا من 6 شهور ماضي، والناس عارفه انك ماضي، والناس كلها بتتكلم عن انت في الاهلي. ازاي ما تعرفش؟ كنت بتطلع ازاي؟ كنت بتطلع فيزا ليه؟ يعني حبا في امريكا؟ ما تقنعنيش بكده. فدي اول تصريح اصلا ملوش اي علاقه، اللي هو كله غريب في غريب، اللي هو كله كلام مش صح. مش حاسك زيزو انت بتتكلم بصراحه، انا مش حاسك. زيزو ما كانش بيتكلم كلام من قلبه. زيزو كان بيتكلم كلام هو حافظه مش عارف حتى يقوله. فدي حاجة. التصريح التاني، انت يا باشا بتقول ان انت نفسك تلعب في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فين يعني؟ ليه متلخبط في الكلام كده يعني؟ انت بتقول انك نفسك تلعب كاس العالم، ما انت لعبت كاس العالم للانديه وما كنتش في احسن حالاتك، طلعت تالت او رابع كمان اخر المجموعه. تمام. الدوري ما كنتش بقى في احسن مستواك يا حبيبي، انت ما كنتش احسن في مستواك. مستواك كان في النازل. فما تقنعنيش ان انت بعد سبت الزمالك بقيت في حته احسن، وباين على وشك انك مش كويس، مش طبيعي. تمام. برضو يعني في تصريح بيقول اللي هو كل واحد ورزقه، وناس بتبص لي في رزقي. كل واحد بيقول يبص لرزق يعني انت بتلقح على الناس، على زمايلك؟ يعني مش فاهم. انت بتقول ان في ناس فعلا بص لي في رزقي. ليه يا عم؟ ربنا يرزقك ويبارك لك. انت كده كده بتحقق، انت عايز تحقق بالكوره بقى. انت كلاعب بتفكر انك تحقق اكبر عائد مادي ليك عشان تامن مستقبلك. فده اللي انت ده اللي انت عايزه، فانت بتعمل كده، انت ناجح في كده. لكن ككوره حاليا انت بتفكرش كوره. انت بتفكر ازاي تاخد اعلى فلوس الفتره الجايه عشان تامن مستقبلك، وده الكلام اللي انت قلته بلسانك. لو لازم عيلتي تبقى مرتاحة وأنا أبقى مرتاح وعيالي مرتاحين والدنيا مرتاحة وكله مرتاح، أنا كده مش عايز حاجة من الدنيا. فده معنى كلامك. والدك على عيننا وعلى راسنا وكتر ألف خيره إن هو واقف معاك وهو الإيجنت بتاعك. بس برضه هو بيفكر يحقق إزاي أكثر استفادة مادية. ما بيفكرش اللي هو لا أنا أعمل تاريخ في النادي ده، لا أنا أعمل تاريخ في الزمالك، لا أنا كنت كويس في الزمالك كنت ماشي كويس. لا هو فكر يجيب لك أعلى عائد مادي بس. لكن كورة ما انا اعتقدش ان انت ان انت كنت بتفكر كورة يا كابتن زيزو. برضو يعني في تصريح اللي بعده، سيف زاهر موريه صورة هو مدي ظهره وكاس السوبر قدامه والدنيا فاضية. بيقول له، فبيرد عليه بيقول له هو الجمهور عامل لي انا بس يعني؟ هو انت مش مركز يا زيزو اصلا في سيف زاهر. هو بيكلمك انت مش مركز. فانت كل تصريحاتك كانت غلط. انت ما كنتش مركز ومش عارف تتكلم. في يا زيزو تصريح مستفز لدرجة غريبة أو مش عقلاني اللي أنت قلته ده. اللي هو يعني إيه قبل الماتش أنا قعدت
اسمع جمهور الزمالك في الايربودز وهو بيشتمني عشان ابقى داخل الماتش مهيأ نفسيا وعارف ان هم شاتمين بيشتموني. مش مفيش حد عقلاني يقول كده يعني. فكر فيها كده، انت قلت كده ازاي؟ انت كده يعني بتعالج نفسك نفسيا عشان تخش مش طبيعي. كلام مش طبيعي. كلام مش طبيعي خالص. ف يعني ايه لعيب يقول كده؟ يعني ايه لعيب يقول كده عن نفسه؟ يا زيزو انت خانك التصريحات. ما كنتش انت بدل ما كنت تطلع تحسن صورتك طلعت سوقتها اكتر. رميت كلام على لعيبتك وكل واحد والناس اللي بتلعب ماتشات قليله عشان تظهر فيها اللي هي ماتشات الديربي بس. يعني ايه يعني في لعيبه بقى بتظهر في ماتشات الديربي بس عشان تبقى نجوم، وبقيت السيزون نايمه وانت بقيت السيزون كله مأدي. مفيش كلام من ده يا زيزو، انت في السيزون كله ما كنتش كويس. والكلام دوت هيتاخد غلط عندك انت كده بتبوظ اوضتك انت اوضه لبس الفريق بتاعك عشان انت عندك بن شرقي وعندك حسين الشحات دول ظهروا كويس في ماتشات الديربي. بس فانت كده بتقول عليهم انتوا بتظهروا في ماتشات الديربي وبتختفوا بس كده. برضه تصريح خانك جدا يعني. فيا انت كده كده في جزء تاني المفروض تطلعه النهارده طبعا. يا ريت يعني اللي هي طبعا حلقه مسجله، فيا ريت تكون الدنيا ايه احسن من اللي انت كنت عامله امبارح ده. امبارح انت كنت مبوظ الدنيا فعلا. انت قلت كلام يعني خانتك التصريحات كلها خانتك. ده كده بالنسبه لزيزو. زيزو نقطه. بالنسبه بقى للزملكاويه عايز اقول لك حاجه، احنا ولا زعلانين عليك ولا اي حاجه، ربنا يسهلك الحال في حته تانية. احنا كل اللي كان بيغلنا منك ان انت ما كنت صادق معانا، كنت بتبيع لنا مشاعرك. لو انا بحبكوا ايه وتيجي تقف مع الجمهور وبتاع وانت اصلا بتفكر في حاجه تانية. دي مشكله جمهور الزمالك معاك يا زيزو. انت عارف لو كنت مشي، طب ما هو بن شرقي مشي، امام عاشور مشي، ما كانش عليهم اللغط الكبير زيك. عشان انت يعني نقول لك ايه بس، انت ضحكت على الناس كلها اللي معاك. انا بحب جمهور الزمالك وانا بعشق جمهور، في الاخر تطلع ولا كلام من ده. وانت بتقول ان انت كان غير مرغوب فيك في نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل كده ونزل صورتك وعمل الحاجات دي كلها بعد ما عرف انك مضيت للاهلي. محدش عاقل هيعمل كده لوحده منه لنفسه كده. فزيزو انت خانتك التصريحات. فاحنا نقفل كده قصة زيزو، نخش بقى على الاهلي والزمالك، نخش على افريقيا ونقول مبروك لصن داونز كسب افريقيا. كده عندنا صن داونز من افريقيا صعد كاس العالم للانديه، وعندنا بيراميدز باقي 3 انديه. يا رب الزمالك يبقى منهم، يا رب. فنبارك لصن داونز طبعا ونقول لهم مبروك افريقيا ومبروك الفوز ومبروك الصعود لكاس العالم للانديه، ونشوفكم في احسن صوره في كاس العالم للانديه ان شاء الله. بالنسبه للزمالك بقى، الاخبار الجديده عن الزمالك بتقول ايه؟ بتقول ان هو في قضيتين اتحلوا من القواضي بتاعه ايقاف القيد. تمام، ده بسبب مين؟ بسبب الاب بتاع زملكاوي. الاب بتاع زملكاوي حلهم قضيتين. طب انا عايز اعرف حاجه، اداره الزمالك عملت ايه في بقيه القضايا؟ عشان في برضو خبر طالع بيقول ان قضيه فرجاني ساسي كانوا كلموه وعايزين يقسطوا له يدفعوا له $100,000 كاش، وباقي على 4 شهور هو ليه $500,000. فيبقى الباقي كله على 4 شهور، يعني كل شهر $100,000 من الاخر. هو رفض. طب انت ما حلتهاش كده؟ ده على كلام ايه الاعلام. كده ما حلتهاش يا اداره، ولا انت مستني الاب هو اللي يحل لك كل حاجه؟ فدي نقطه غريبه برضو. انا نفسي نعرف الحل هيوصل لايه في القضايا دي، يا ريت بسرعه. بالنسبه بقى حاجه تانية، لعيبه الزمالك بتطلع في القنوات الكتير. بصوا، انا مع انكم تفرحوا، بصوا افرحوا. على عايز تلف الدنيا كلها، عيشوا اللحظه. هي لحظتكم، انتوا لازم تعيشوها. لازم تعيشوها. ناصر منسي، شيكوبانزا، الونش،
بتزيرا، محمد اسماعيل، كل دول طلعوا، كل دول تصريحاتهم كانت مش تصريحات، ده لا ده بيقولوا كلام من القلب فعلا، غير الناس التانية بيقولوا كلام من القلب. يعني محمد اسماعيل ده قال كلمتين، بيقول لك انا كنت في زيت تمام وماشي، انا جدد في زيت وخد مقدم عقد والزمالك طلبه، هو قال لهم انا عايز اروح الزمالك، قالوا له ماشي اتفضل. لكن هو لسه مجدد، كان ممكن النادي يقول له لا، بس هو قال لهم انا عايز اروح. ناصر منسي قال ايه؟ قال ان هو جاله عرض بمبلغ اكبر من اللي الزمالك بياخده فيه، بس هو اصر انه يبقى في الزمالك عشان هو زملكاوي. قالها كده، قالها صريحه كده. شيكوبانزا طبعا انا مش هينفع اتكلم عليه عشان شيكوبانزا اهو قاعد يرقص في البرنامج، يعني هو قاعد يرقص، ما بقاش ان هو بيرقص. فهمت؟ ما فهمش منك حاجه فيكو والله، خليك اقعد ارقص بس كده. والونش وبيتزيرا هيطلعوا النهارده مع عمرو اديب، فعيشوا يا جماعه، عيشوا، اطلعوا افرحوا، بس نقطه. انتوا لسه عايزين تعملوا تاني للزمالك؟ يعني السنه الجايه اعملوا، انتوا ما خدتوش، مش نهايه العالم دي، مش نهايه العالم. افرحوا، هيصوا، اطلعوا قولوا كل الظروف اللي كنتوا عايشين فيها، اطلعوا قولوا كل حاجه، بس ما تحسوش ان انتوا عملتوا كل حاجه. انتوا لسه السنه الجايه هتبقى سنه تقيله، وتقيله جدا. انت عندك اهلي، بيراميدز، سكواد عالي، لازم الزمالك يبقى زيهم. اهلي بيراميدز الزمالك يبقوا الثلاثه كده في صف واحد جنب بعض. ما ينفعش الزمالك يطلع السيزون الجديد بنفس السكواد، لازم يابجريد. فدي بالنسبه للعيبه الزمالك، مبروك ليكوا، ويا رب دايما تفرحونا وافرحوا في اي حته. ويا سلام لو كنت خدتوا الاتنين، يا سلام، بس الحمد لله. ده بالنسبه للعيبه الزمالك ونادي الزمالك. في بقى ناس بتطلع تقول ايه؟ ان انا مش من حق افرح كزملكاوي. ليه يا معلم؟ يعني ليه يا معلم؟ قول لي كده، مش من حق افرح ليه؟ قول لي، يعني قول لي ليه مش من حق افرح؟ ناخدها واحده واحده. انا كموقف لقيء، اللعيبه اللي عندي مش كلها A1 او توب A ليفل، تمام؟ نصها مصاب، وخدت بيها دوري ورحت نهائي الكونفدراليه وما كسبتش وربنا ما وفقنيش. نيجي بقى للاتنين التانيين. انا اتنين تانيين، انا معايا افضل سكواد، معايا افضل لعيبه، معايا كل حاجه، ممكن اخد الاخضر واليابس. الحصيله ايه؟ صفر. التالت، انا سكوادي تقيل، انا باكل الاخضر واليابس. انا خدت من الزمالك لعيب نص ملعب، اتقل نص ملعب في الزمالك، اللي هو ناصر ماهر، والزمالك باع له ظروف، يعني هو مش باعه حبا فيه، هو باع له ظروف. في الاخر خدت ايه؟ كاس مصر. اه الزمالك خد الدوري، بس في فرق ليفلات. ف لا يعني الناس اللي بتطلع تقلل من الزمالك ان هو خد دوري، لا يا جماعه، الزمالك عمل انجاز وخد دوري، محدش يقلل من الزمالك بعد اذنكم. عشان انت لو كنت خدت الدوري وانت بالحاله دي كنت مش هتقول انجاز، انت كنت هتقول اعجاز. فدي نقطه حابب اوصلها لك يعني، تمام؟ فكك بقى من بط الكيني والرز الاثيوبي اللي الناس بتزيت عليه. ده هزار بين الزملكاويه والاهلاويه، وبيهزروا ويزيدوا على بعض. بس انت ما تقولش ان الزمالك ما يفرحش الفرحه الكبيره دي، يفرح زي ما هو عايز. تالت حاجه، يعني يا اداره الزمالك، انا مش شايف حاجه، حلو عشان مفيش حاجه تقع منكم. الوقت معاكم، هتفضلوا كده الوقت هيجري منكم وهتتزنقوا في الاخر، وما تعتمدوش على الآب.
الاهلي هيحلك قضيتين 3 4 5 يوم ما يتمعظم، بعد كده خلاص. ما انت بتوصل للبيك. انت لما بتوصل للبيك خلاص، طب جبت اخرك، كل الناس دعمت، خلاص انت هتقف فين؟ هنا. بعدها بقى ايه؟ وبعدين ولا حاجة؟ ما اعتقدش. بالنسبة بقى للأهلي، بيقولوا في أخبار إن حسين الشحات عايز يمشي. مش أكيد، بس دي أخبار الأهلي يعني. حسين الشحات بيقولوا عايز يمشي، والأهلي بيقولوا إن هو عامل مذكرة عشان يحطها في الاتحاد الأفريقي، عشان لو الزمالك محلش إيقاف القيد، الأهلي يخش أفريقيا مكانه. فدي برضو حاجة أنا مستغربها، بس أكيد الزمالك هيحل. أكيد الزمالك هيحل. تمام، دي حاجة. تروب هيرجع القاهرة 220 يونيو، وهيقول للأهلي على خطة الإعداء. فدي برضو حاجة غريبة يعني. دي حاجة غريبة جدا. انتوا المفروض تمشوه، يعني المفروض ده يمشي، مش تسيبوه. المفروض تمشوه، ده بيقولك راجع. ازاي؟ مش عارف. دي حاجة لوحدها غريبة. دي الأهلي المفروض يستغنى عنه، مش يفضل معاه، ده الطبيعي. تمام، ده كل حاجة. طبعا الأخبار مش كتير، فأنا بحاول نقول لكم على إيه الحاجات المهمة بس يعني. فايه تاني عن الاهلي؟ كل الاخبار هتبقى عندكم دلوقتي حالا. إيه؟ الخبر التاني الاهلي بيقول ايه؟ قفشه خلاص هيرجع الاهلي. قفشه كده خلاص مع الاتحاد وراجع الاهلي، وهو طالب تصريح بيقول انا وحشني، حتى جمهور الاهلي وهو بيحتفل بيا بيقول لي قاضي. فده بالنسبه لقفشه. وتروب قلنا خلاص، الاهلي حاطط 13 لعيب يتعاقد معاهم في الصيف. طبعا هو كاتيجوري، هم حاطين كاتيجوري، هم لسه ملوش اسماء، بس هم بيخططوا ان هم يتعاقدوا مع 13 لعيب في الصيف ده. اكيد طبعا في ناس كتير هتمشي الصيف ده. طبعا دي مفاجآت، طبعا محدش عايز يقولها، بس انا اتوقع يعني امام يمشي. اتوقع بن شرقي يمشي، عشان بن شرقي بيقولوا انا اتفاقه في فريق في قطر، وعايز يسوي مستحقاته مع الاهلي وهيمشي. ده خبر. آه، مين تاني هيمشي؟ مروان عطية هيمشي. بس اعتقد ان التلاتة دولت اللي هما ايه 99% يعني. بس فده كل حاجة عن الأهلي والزمالك، والتصريحات بتاعت زيزو، التصريحات بتاعت لعيبة الزمالك. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. وعايز أقول كلمة بس يا جماعة، احنا كقنوات بتطلع على اليوتيوب وكده، احنا بنزيد في بعض عادي. ده احنا كده يعني. لكن في الشارع بنبقى أصحاب وحبايب وبنسلم على بعض، سواء انا زملكاوي سواء هو أهلاوي، سواء احنا اتنين زملكاوي سواء احنا اتنين أهلاوية. فدي زيطة. خلوا بالكم بس ان الاعلام ما يدخلش زيطة الناس دي معاهم. خلي الاعلام لوحده، وخلينا احنا لوحدينا، احنا بنهزر ونضحك مع بعض. انتوا بقى الجد، تنفيذ الاخبار الصحيحة. مش تاخدوا الاخبار من السوشيال ميديا تحطوها. نقطة بس عشان تبقوا ايه في الصورة. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام. الناس اللي قبضت مش هيقبضونا بقى.